اخطيك من الطاكو، اخطيك من البوراك، اخطيك من بيتزا. جبت لك أروع وصفة تهبل بنينة. هذه الخبزة المحشية شوفي بنة خرافية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. جبت لك اليوم أروع مملحة ممكن تجربيها، خفيفة، عجينتها قطنية وتوجد في الدقيقة 90. جربيها وعلى ضمانتي. حبيباتي عندكم طلب، ما تنسونيش بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس باش يلحقكم كل جديد، وتدعموا القناة نتاعي. ندخلوا مباشرة في الوصفة نتاعنا. عندنا كاس حليب دافي، لازم يكون دافي. اللي ما تحبش الحليب تقدر تبدلها بالماء. عندنا ملعقة مش معمرة، نصف ملعقة خمارة، نصف ملعقة سكر. نخلطوا هذه المقادير مع بعضهم. هذه الخميرة هذه العجينة ثمثم توجد يعني في دقيقة. ربع كاس زيت، ربع كاس زيت. هذه العجينة قلت لكم يا البنات ثمثم خلطي المقادير تاعك، مش لي تخمر تاع 10 دقائق، قطنية خفيفة. شوفي تقدري تاخدي منها قداش من وصفة. عندنا بياض بيضة ونزيدو نخلطو. الصفار نحتفظوا به، نديرو له شوية حليب أو شوية قهوة باش نديرو الوجه، نطلو الوجه نتاعنا. شوفوا حبيباتي، هذا كي يروح عليك الحال أخدمي هذه المملحة في الدقيقة 90 توجد لك. رايحين نديرو كاس تاع فرينة الأول، وندير معاه ملعقة نتاع ملح ونخلطو. شوفوا يا البنات ثمثم خلطي، يعني ما تديلكش الوقت وما تديلكش الجهد. تقدري تخدميها قبل ملعقة. هنا تخلطي. أنا جبت الكاس الثاني تاع الفرينة نديرو كامل، والكاس الثالث ما نديروش كامل. كما راكم تشوفوا نتحصل على عجينة لازم تكون تتلاصق في اليد. شوفوا سر المعجنات باش تجيك خفيفة وطرية، لازم المعجنات نتاعك تكون خفيفة. رايحة نزيد هذا الكاس الثالث، رايحة نزيده تدريجيا حتى نتحصل على عجينة متماسكة شوية وطرية في نفس الوقت. هنا رايحة ندخل الايد نتاعي، وشوفوا كيفاش راني نستحفظ على العجينة. ولازم تخلي العجينة نتاعك طرية باش المعجنات تاعك يجوكم فشفشين وخفاف. يلا هنا نكملوا العجينة نتاعنا وندخلوا لها كامل هذيك الفارينة اللي قعدت حتى نشوفوا نتحصلوا على الكاس الثالث. شوفوا ايش راه بقى لي منه. نروحوا هنا نديروا لها ملعقة نتاع زبدة بحرارة الغرفة، وندخلوا هذيك الزبدة. ما تخافيش منها إذا طلقت لك، يعني راها رايحة تتحكم معاك. إذا حسيتيها باللي مرخوفة ياسر ياسر زيدي لها شوية فرينة. هنا رايحة نخلي العجينة نتاعي بهذا القدر، ونروح نخليها في مكان دافي ونخلي عليها تخمر. شوفوا يا البنات ما طولتش معايا، يعني نص ساعة وقضيت بها صالحة. هنايا نروح ما نهبط لهاش الخمور، ونروح نجيب ورق الطهي تاعي. شوفوا لانها تتلاصق في الايد تقدري تستعيني بشويه زيت، يعني تفتحيها بالزيت ولا تفتحيها بالحلال كما هذه الطريقه. يعني هي راها شويه تعذبك بصح، كما نقولوا ساعديها شويه. افتحيها كامل في الورق الطهي، ولازم تخدمي بورق الطهي باش تعاونك الخدمه. هنا درت صوص تاع بيتزا. الفيديو الجاي ان شاء الله ندير لكم الصوص تاعي تاع البيتزا كيفاش نخدمها. ندير الطبقة التحتانية صوص تاع بيتزا، وماذا بكم الحواشي ما توصلوا لهمش. هنايا درت دجاج، صدرة نتاع الدجاج كنت مطيبتها في لاصوص عادي ومن بعد فتتها. درت الزيتون. شوفوا اللاصوص راه اختيار الحشو، يعني انتي واش تحبي ديري. وكثري الفراميج قد ما تقدري، لانه السر نتاعها كامل راها في داك التفرميج. ومن بعد نجيبوا الوجه الثاني ونديروه بهذه الطريقه. على بها قلت لكم ديروه في الورق الطاهي باش كيما نقولوا كنتي تخدمي وتهزي فيها ما تتعذبيش. هنا لازم تسكروا لها في الحواشي، تسكروها مليح مليح. تحبي ديري لها هذا الشكل اللي راني انا ندير فيه، تحبي تخدميها بالفرشيطه، يعني الخدمه راها سهله وواضحه بلا ما نكثروا الخدمه. في هذا الاثناء لازم الفرن تاعك يعود سخون باه المعجنات نتاعك تطيبيهم على نار قاويه. لازم قدام وانت تخدمي مده ساعه هو شاعل باش المعجنات تاعك تجيك بنينه. وشفتوا كيما نقولوا كي ناكلهم برا يجون فشفشين، لانه الفرن تاعهم يا البنات زين. يعني الفرن تاعهم كيما نقولوا يساعد كيما نقولوا على الطيابه. هنا نروحوا نطلو كامل هذاك الوجه نتاعنا بهذاك الصفار اللي قعدنا. ومن بعد
نرشوه كيما نقولوا نرشموها بالموس. كيما نقولوا الفيديو راه موضح يعني ساهل ماهل. هنا نروح ندير بالموس بهذه الطريقة باش تجيني على شكل مثلثات. شوفوا جربوها على ضمانتي، بنتها خرافية، وتبعوا الخطوات اللي راني نقول لكم عليهم. هنا راح ندير السانوج والزيتون، وقلت لكم التزيين راه يقعد على حساب الرغبة، وكيما نقولوا تحبي ديريه ثاني بالجلجلان. نروح نطيبوها على نار قوية، نخليها شوية برك 5 دقائق، ونروح ندخلها للفرن نطيبها من تحت، ومن بعد نطيبها من الفوق. ومن بعد ما تطيب لي من فوق نخرجها وشوفوها لي شوفوا بنتها عالمية خرافية، تجيكم بنينة، تجيكم فرمجة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، صحة فطوركم وإلى اللقاء، شكرا.